مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة هيكون معانا أخبار وحصريات وتفاصيل برضو مسابقة كأس العالم للأندية، مسابقة ال $4000 عشان بيجي لي رسائل كتير بتسأل عن المسابقة وتفاصيل المسابقة. طبعا المسابقة دي هتبتدي قبل كأس العالم للأندية إن شاء الله في أمريكا 2025، وهعلن لكم كل التفاصيل في الفترة الجاية، واستنونا لآخر الحلقة هتعرفوا بعض التفاصيل عن المسابقة. نبتدي بالأخبار. أول خبر معانا النهاردة ماركو روز، وهو المدير الفني القريب من النادي الأهلي والنادي ومجلس إدارة النادي الأهلي بيتفاوض معاه ومصمم على التعاقد مع ماركو روز، شايفه إن هو ممكن يكون راجل المرحلة اللي جاية في النادي الأهلي. هل ماركو روز ينفع للنادي الأهلي؟ هل ماركو روز اللي ما عندوش أي دراية بالكرة الأفريقية والكرة المصرية اللي هيجي لسه يتعرف على اللعيبة هينفع النادي الأهلي ولا لا؟ هنشوف، وهنعمل مقارنة بسيطة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة ريال مدريد، أو تفكير النادي الأهلي وتفكير ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية. ماركو روز أولا كان هو لعيب بيلعب لعيب ألماني، كان بيلعب باك ليفت، وكان عنده توازن ما بين الدفاع والهجوم كلاعب، برضه نفس الموضوع كمدرب أو مدير فني. هو اعتزل تقريبا في 2011، بعد كده اتجه للتدريب وكسب بطولات مع سالزبورج النمساوي، وكسب برضه مع لايزك. هنقول لكم عدد البطولات اللي كسبها. ودرب، هي في نقطة أنا بصراحة بشوفها إن هي ميزة في المدرب ده، إن هو درب شباب وناشئين فعينيه كويسة، وهيقدر يطلع لعيبة صغيرة تنفع النادي الأهلي لفترة كبيرة. لكن هو عيبه بصراحة إن هو ما دربش ولا في الوطن العربي، ولا درب في أفريقيا، ولا درب حتى في اسيا. فهي دي مشكله كبيره ان هو معظم فترته في اوروبا. فالكره في اوروبا يا جماعه، والملاعب في اوروبا وكل التفاصيل في الكره في اوروبا مختلفه تماما عن الكره في افريقيا والكره في مصر. فارجو ان اداره النادي الاهلي تاخد بالها من النقطه دي وتتكلم مع الراجل، لان الراجل هيجي يتعرف مش على اللعيبه، ده هيجي يتعرف على الكره المصريه نفسها. فدي نقطه مهمه جدا ان الاداره تاخد بالها منها. علي معلول ملك الحلول طبعا، بكره احتمال كبير يلعب امام بتروجيت اساسي، وجماهير النادي الاهلي طبعا كان نفسها ان علي معلول يلعب الفتره الجايه اللي فاتت دي مع كولر، لكن للاسف كولر تحس انه كان واخد موضوع علي معلول ان هو انتقام. يعني طالما الاداره فرضت عليا علي معلول يبقى انا خلاص مش هحطه حتى في ال 18 بتاعه المباراه. نفس الكلام عمله برضه مع اشرف بن شرقي. يعني الاداره جابت اشرف بن شرقي غصب عن كولر، فكولر بدا يخلص على اشرف بن شرقي ويحطه احتياطي وما يلعبوش، ويلعبوا في اخر 5 دقائق. واشرف بن شرقي كلنا عارفين ان هو لعيب كبير جدا، ولعيب عنده مميزات مش موجوده في لعيبه كتير في الدوري المصري، يعني قماشه تانية خالص. لكن للاسف كولر كان مخلص على اشرف بن شرقي. محمد علي بن رمضان برضو قريب جدا من النادي الاهلي، في تقارير تونسيه بتقول ان هو تقريبا خلص كل حاجه في النادي الاهلي، ولكن منتظرين بس الكشف الطبي. انا اعتقد برضو ان هنا في غلطه من اداره النادي الاهلي لازم تاخد بالها منها، ان هي تتعاقد الاول مع المدير الفني وتاخد رايه في محمد علي بن رمضان، علشان ما تخسرش محترف كمان. لان انت جبت اشرف بن شرقي لعيب كبير، ولكن المدرب مش مقتنع بيه فقعده. فما تعملش نفس الخطأ تاني مع محمد علي بن رمضان، لازم تفكر الاول قبل ما تتعاقد معاه. هو لعيب كبير طبعا والاهلي محتاجه، لكن ايه الفايده لو انا لعيب كبير ولعيب النادي محتاجه وفي الاخر اجيب مدرب مش مقتنع بيه وما يلعبوش؟ يبقى انا كده خسرت محترف، وده مكان مهم جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعتمد بشكل كبير على خط الوسط بتاعه، وهو ده كان قوه الاهلي في الفتره اللي فاتت لما كان حاطط 4 5 لعيبه تقال جدا في نص الملعب. وللاسف كولر يعتبر فض نص الملعب بتاع الاهلي الفتره اللي فاتت، باستثناء طبعا امام عاشور ومروان عطيه اللي كانوا يعتبروا شايلين خط الوسط الفتره كلها. في اخبار طبعا طلعت في نادي الزمالك ان في مفاوضات مع 3 لعيبه من مودرن، لكن انا اؤكد لكم الاخبار دي من جوه نادي الزمالك نفسه. الاخبار دي ملهاش اي اساس من الصحه. نادي الزمالك مركز في صفقتين ان هم يكونوا كبار، ولكن هو عنده مشكله ان هو بيحاول ازاي يحل مشكله القيد الاول، لان هو عليه تقريبا لازم يدفع 700 الف يورو، يعني تقريبا داخل قريب لمليون دولار. لو ما حلش المشكله دي مش هيعرف يأيد اي لعيب الفتره الجايه. فهو بيفكر ازاي يحل المشكله دي. ولكن انا استغربت من خبر تاني خالص برضه بنادي الزمالك،
ان هو بيدعم تاجيل مباراه بيراميدز في نهائي الكاس. طب انا نادي الزمالك، انا مصلحتي دلوقتي ان انا العب النهائي. ايه مصلحتي ان انا اجل الماتش ده؟ البطوله الوحيده اللي الزمالك قريب منها وممكن يحققها هو كاس مصر. فالطبيعي ان انا اضغط على الرابطه واضغط على اتحاد الكوره ان مش هيحصل تاجيل زي ما انا عملت قدام النادي الاهلي. يعني انا بصراحه مستغرب من الموضوع ده. احنا عارفين ان الزمالك بيدعم نادي بيراميدز، لكن مش للدرجه دي، مش على حساب مصلحتك. ده انت مصلحتك ان انت تلعب نهائي كاس. يعني مش ممكن عشان خاطر انت عايز تاخر تأييد زيزو فتمد الموسم، فتيجي على مصلحتك انت الشخصيه ان انت تكسب كاس مصر. يعني موضوع بصراحه غريب جدا جدا، وانا مش فاهمه لغايه دلوقتي. في خبر بتاع جوميز برضو، لان جوميز برضو نادي نيوم السعودي بيفاوضه وعايزه يكون معاه الموسم اللي جاي. طبعا احنا عارفين ان الاهلي برضو فاوض جوميز وعايزه يجي النادي الاهلي، لكن في اخبار وتقارير سعوديه بتقول ان نيوم السعودي بيفكر جديا في التعاقد معاه. ونادي نيوم ده يا جماعه مشروع كبير، هيكون السنه الجايه طبعا بيلعب فيه احمد حجازي، والسنه الجايه هيكون ليه شأن كبير في الدوري السعودي، وانا اعتقد ان هو هيبقى من التوب فور في الدوري السعودي. هنرجع تاني لماركو روز وبطولاته. هنقول لكم هو كسب بطولات ايه. هو كسب تقريبا الكاس المانيا والسوبر كاب الالماني مع لايزك، طبعا ده انجاز كبير جدا مع نادي بحجم لايزك. وكسب برضو الدوري النمساوي مع سالزبورج، وده كان برضو انجاز كبير، وكسب معاه كاس الكاس النمساوي. ومش عارف، انا يعني مش مقتنع ان المدرب ده، لان انا قلت لكم هعمل مقارنه ما بين الاهلي وريال مدريد، مش مقتنع ان المدرب ده يجي قبل كاس العالم بصراحه، لانه مش محتاج ان انا اجرب في كاس العالم للانديه. لازم اجيب، حتى لو هجيب مدرب مصري كويس عارف الفريق، احسن بكتير ما اجيب مدرب ما عندوش اي فكره عن اللعيبه وهيجي يتعرف على اللعيبه في كاس العالم. وده اللي بيعمله ريال مدريد حاليا، لان ريال مدريد بيحاول يتعاقد او قريب من التعاقد مع الونسو، لكن مش هيخليه يدرب او مش هيخليه يبتدي قبل كاس العالم للانديه. فده التفكير الصحيح، ده التفكير السليم. مش هجيب مدرب لسه بيتعرف على الفرقه ويخش على طول، انا بكون برميه في النار على طول ان انا ادخله بطوله مهمه زي دي، فاعتقد ان انا بجازف فيه. فهو ده اللي بيعمله ريال مدريد، هيتعاقد مع الونسو ولكن بعد كاس العالم للانديه، وهيجيب مدرب مؤقت فقط لكاس العالم للانديه، اللي هو احتمال كبير يكون سكولاري، المدرب الشهير جدا اللي كان بيدرب ريال مدريد، وهو اللي هيقود ريال مدريد في كاس العالم للانديه. ويا رب الاهلي يتبع هذه الخطه برضو، ان هو يجيب مدرب عنده درايه بالفريق ويعرف ازاي يدير كاس العالم، الفريق في كاس العالم للانديه ان شاء الله. تفاصيل المسابقه بقى عشان ما اطولش عليكم، مسابقه ال $4000 وكاس العالم للانديه، هيكون في تغطيه خاصه من الملاعب، ملاعب كاس العالم الاسبوع اللي جاي، وهنوريكم ملاعب كاس العالم للانديه، وهنقول لكم تفاصيل اكتر عن المسابقه. هي مسابقه هتبقى توقع الثلاث نتائج للنادي الاهلي في الثلاث مباريات الاولى في الدور الاول في كاس العالم للانديه، والفايز الاول لو توقعت النتائج كلها صح هتكسب $4000، وفي جوائز ثانيه هنقول لكم عليها، وهنقول لكم تفاصيل المسابقه اكتر. تابعونا واستنونا هتعرفوا احسن التفاصيل في الكوره معاك.